بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه يا أحلى متابعين في العالم من جميع أنحاء العالم؟ النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض كوكيز الشاي، سهل جدا وبسيط. بما إن الجو برد ودايما في إيدينا كوباية الشاي ما بنسيبهاش من إيدينا، فهنعمل حاجة سهلة كده وسريعة ناكلها مع الشاي اللي احنا مدمنينه. ومفيش حد اسمه ما بيشربش الشاي، فده دايما صديق الشاي بمعنى أصح. ان شاء الله هنبدأ مع بعض خطوة بخطوة، وتعالي شوفي هنعمله ازاي. هنا يا بنات هنحط مع بعض 80 ملي من الحليب، عليه 180 جرام من السكر. الموضوع سهل خالص، على نار هادية، والتانك تقلبي كده بالراحة لحد ما السكر يسيح معانا. تمام كده، ما تعليش النار علشان خاطر احنا عايزين السكر يدوب بالراحة كده. في حاجة اسمها كوب معياري شبه ده كده، بتجيبيه من عند بتاع الادوات المنزليه، مترقم اهو قدامك اهو بالملي. بتجيبيه تعبري بحاجتك عشان خاطر ايه، الحاجه مش رخيصه، الحاجه بتبقى غاليه، السمنه والسكر والحاجات دي. فانت لازم ايه، تمشي مظبوط عشان ما تخسريش الحاجه. تجيبي الكوب المعياري دوت تشتغلي بيه عشان تضمني ان الحاجه تطلع ايه تمام معاك. ماشي يا حبيبي. هنا دب معانا السكر خالص اهو مع اللبن، هنسيبه بقى يبرد ونشتغل بيه. هنا معانا 100 جرام من الزبدة، هنضربها مع بعض كده في طبق او في اي بوله بلاستيك من عندك خارجيه كده، او لو عايزه تحطيه في الخلاط حطيه. تمام، وهنحط عليها بس نضربها كويس مع بعض الشكل اللي انت شايفاه ده. لما تحسي ان هي بقى زي الكريمه كده اهي، حطي عليها صفار بيضه، تفصلي البيض عن الصفار وتحطي ايه صفار البيضه. هنا فصلنا البياض اهو، ده البياض، هنا الصفار اهو. ونضربه تاني كويس مع بعض. بس الاول قبل ما نضرب وقبل ما نعمل اي حاجه بنحط ايه، فانيليا يا بنات عشان زفرت البيض. هي بيضه واحده، كل بيضه لها كيس فانيليا، بس انا هحط كيسين 2 عادي، مش بيخسر، مش غالي قوي يعني. او لو عندك فانيليا سائله حطي منها، حلوه برضو، احلى من دي بكتير. ونضربهم مع بعض كويس قوي. عندك بقى خلاط اعملي فيه، عندك مضرب بيض اعملي بيه. انا عندي ده وده، بس بصراحه يعني استسهلت ان انا اعمله كده بالمضرب اليدوي وخلاص. هنا هنقل البيض مع السمنه هنا في طبق اوسع شويه عشان ايه اخد راحتي في الضرب. سامحوني بقى ان انا ايه يعني هطول شويه معاكم، بس عشان خاطر ايه اهو. لقيت الطبق ضيق فقلت لا اعمل في واحد واسع عشان خاطر ايه تتعمل بسرعه. بيض بسرعه، البيض خلص معاكي اهي، متاخدش والله ثواني اهي. بقى الكريمه خالص اهي، هشه خالص اهي اهي، شايفاها؟ هتنزلي بقى بايه، باللبن مع مع السكر اللي دوبناه شويه بشويه على 3 4 مرات كده، ما تنزليش بيه مره واحده. هنا يا بنات بننزل بقى بشويه كده من الحليب والسكر، هننزل على 3 4 مرات، مش هننزل مره واحده. ونضرب على السمنه والبيض.
حابه تعملي كتير بقى وعدد افراد اسرتك كتير، ضعف الكميه دي. مقادير نص كيلو دقيق. هو مش نص كيلو قوي يعني، هو هيبقى ناقص شويه، بس هو نص كيلو ولا حاجه بسيطه يعني، ونزل بكمان شويه. عاوزه تعملي اكتر ضعفي بقى الكميه معاك. كمان شويه تاني، هننزل كده شويه بشويه لحد ما نخلص الكميه كلها. هنا معانا الدقيق 420 جرام. هننزل ب10 جرام بودر اللي هو خميرة المخبوزات، بيكنج باودر. تمام. وننزل بذرة كده من الملح. نقلبهم كويس اوي المكونات الجافة دي كلها مع بعضها. انا نخلة الدقيق يا بنات عشان تبقوا عارفين، تدخليه كده عشان يظبط معاك. وننزل بقى على على الخليط بتاعنا اللي عملناه بالدقيق. ونقلب بسم الله. نقلب لحد ما العجينة تظبط معانا. نحط كمان شوية الدقيق اللي فاضلين، ولو احتجت دقيق تاني هجيب. دولت 420 جرام دقيق. اما نشوف هيعمل معانا ايه. كل يعني نوع دقيق ممكن ياخد اقل من كده، الدقيق بتاعك ياخد اقل من كده. ممكن تحتاجي دقيق تاني يعني على حسب نوع الدقيق اللي انت مستخدماه. انا مستخدمه دقيق اللي هو بتاع الغله، اللي هو العلامه الزيرو الاولى ده، اللي هو متعدد الاغراض. والواضح كده ان انا هحتاج كمان شويه دقيق. هجيبهم واكمل معاكم. هنا يا بنات حطينا الكوكيز من تلت ساعه لنص ساعه في التلاجة استريح معانا، وهنشكله بقى مع بعض. عجبته شوفوا ما شاء الله. هنبططه كده، لو عندك اشكال ممكن تعملي بيه. هنبططه كده بالشكل اللي انت شايفاه ده. معانا بقى مثلا سريع او نشابة او اي حاجة نفرده بيه. هنا فردنا العجينة بتاعتنا هي بالنشابة، سمكة من 8 ل10 سنتي. تمام. لو ما عندكيش اشكال تشكلي بيها، ممكن بغطا ازازة، ممكن بفنجان زي ده كده تكبسي كده بنفس الطريقة كده وتضغطي، هيطلع البسكوتاية مدورة اهي بنفس الشكل ده، وبس تضغطي. عندك بقى اشكال تعملي بالاشكال. خلينا نجرب مع بعض الاشكال اهي. شايفه يا بنات تحفه. هنا مع بعض كده اهو، بنفس الطريقه دي. وتشكلي بقى كل الاشكال اللي انت عايزاها. عندك كام شكل تبدلي اشكال مختلفه. خلينا نحط شكل تاني ونشوف مع بعض. زي ما انتم شايفين يا بنات شكلنا الاشكال كلها بتاعتنا اهي. اي شكل بقى عايزه تعمليه بتعمليه، اشكال مختلف اهو. الاشكال هنا مختلف، دي شكل ودي شكل تاني خالص ودي شكل تالت خالص، براحتك. كل الكميه بتشكلها بالشكل ده. تجيبي صينيه مدهونه زيت معاكي، او مدهونه سمنه، او اي ماده دهنيه، ونبدا نرص فيها الشغل بتاعنا. تشيلي بالشكل دوت الزيادات اهي.
وتشيلي بسكوتتنا بالراحة. كوكيز هتطلع معانا بالشكل ده، كوكيز الشاي بالشكل الجميل اللي انت شايفاه ده. بسم الله ما شاء الله يا بنات، الله اكبر. ادي صينيتنا من نص كيلو وبيضة واحدة، بيضة واحدة فقط لا غير، ونص كيلو دقيق. يعني انا كنت بقول لكم 420 جرام، وعلى حسب نوع الدقيق بتاعك. انا دقيقي انا اخد نص كيلو، فانتوا تبدأوا من 420 جرام، ولو احتاجتوا تاني حطوا، ما احتاجتوش خلاص. على قد ما الدقيق، على حسب ما الدقيق بتاعكم يطلع، يعني كل دقيق وعلى حسب نوعه. تمام. اهي ملا الصينية، يعني نقول نص كيلو دقيق، نص كيلو دقيق يعمل لك صينية. تمام. هنخبزه دلوقتي ونشوف معانا هيطلع شكله ايه. ما تحميش الفرن بتاعك، يعني درجة حرارته كده تكون متوسطة. انت عارفة بقى اكيد الحلويات النواعم دي بتبقى شكلها ايه وخبيزها شكله ايه. ولو مش عارفة، مش عيب ولا غلط ان انت ايه تجربي في واحدة بس في صينية، على ما فرنك يظبط معاكي، وبعد كده تحطي الصينية الكبيرة. يعني تحطي واحدة بس شبه دي، واحدة فقط لا غير، تحطيها في صينية وتحطيها في الفرن، تجربيها تشوفي السوا معاكي هيطلع شكله ايه. طلع تمام، بتحطي بقى الصينية الكبيرة. ما طلعتش، بتظبطي فرنك على حسب ايه الواحدة اللي انت عملتها الاول دي. ماشي يا بنات. الله الله يا بنات على الكوكيز بتاعنا الجميل، ريحته وشكله بيشهي كده تحفة بصراحة. جربوه ان شاء الله مش هتندموا. شوفوا، شوفوا جماله، حكاية والله العظيم طالع حلو. انا هعتمده على طول باذن الله وهعمله. شوفوا النهائي بتاعنا بتاع البسكوت طالع هش وجميل، وان شاء الله هيعجبك ومش هتندمي على عمايله. جربيه، ولو حبيتي تضاعفي الكمية ضعف المقادير بتاعتك على قد عدد افراد اسرتك، مع كوباية الشاي السخنة الجميلة دي تدفيكي في البرد. ويسعدني ويشرفني اشتراكك معايا في القناة، وتحطي لي لايك وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد على كلمة الكل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.